لو انت ما بتصليش وقررت ان انت ترجع لربنا وترجع تصلي تاني، في كام سيناريو كده عايزك تحطهم في دماغك. اهل العلم ابتدوا ان هم يختلفوا ما بينهم. اول حاجه قال لك ان انت المفروض ان انت تقضي الفروض اللي عليك مع الفروض الجديده، بمعنى ان انت مثلا ممكن تصلي كل يوم صلاه مع الصلاه القديمه اللي فاتت. النهارده مثلا بتصلي الظهر فتصلي معاه ظهر من اللي فاتك، بتصلي العصر تصلي معاه عصر من اللي فات. وفي فرضيه تانية من العلماء قال لك ان الرسول قال ان تارك الصلاه كافر، فمعنى رجوعك للصلاه تاني وان انت تبدا تلتزم بيها فانت كده بتخش الاسلام من جديد، والاسلام يجوب ما قبله. يعني اللي فاتك ده حاجه وكأن حياتك بتبتدي من اول وجديد من النهارده. القسم الثالث من العلماء قال لك ان انت ممكن تصلي النوافل وتكتر منها، وهي هتعوضك عن الصلوات اللي فاتتك. يعني مثلا انت بتصلي الظهر بتصلي السنه بتاعته، المغرب العشاء الفجر بتصلي السنن بتاعتهم، بتصلي قيام ليل، بيعوضك عن الصلوات اللي فاتت. ودول كانوا الثلاث احتمالات اللي محطوهم العلماء واتكلموا عنهم بكل تفصيله. تقدر تاخد منهم اي جزء او اي حاجه تقدر